داخل الحزب الوطني، وده كان مخطط ضد مصر من اولاد مصر، ضد مصر. انا فعلا هو كلام حضرتك جميل جدا، بس في نفس الوقت يدين الحزب. ما ده ليه بقى؟ يدين الحزب. انتوا عارفين هنا حزب، يعني بالنسبه لحضرتك حزب الجيل. يعني طيب امال انتوا كنتوا فين؟ صلى على حضرتك اللي بيحصل ده سؤال جميل. امال انتوا كنتوا فين؟ سؤال جميل. الثانيه ده كانت فين؟ سؤال جميل. المعارضه كانت فين؟ سؤال جميل. أنت ترى في العهد البائس الظالم المستبد اللي ليه 30 سنة كان في حزب طالع على الساحة اسمه حزب الجيل ولا الغد ولا الوفد؟ ده كان عاملين له حلقة، مجرد ما يجي يجتمع تلاقي كل الداخلية جوه الحزب، سواء حزب الجيل أو الحزب الوفد أو حزب الغد أو الأحزاب اللي موجودة. الأحزاب دي انتهت في عصر حسني مبارك. الاحزاب دي كانت احزاب، انا ما اقدرش اقول احزاب ورقيه، لكن فعلا كانت احزاب ورقيه بالنسبه للحزب الوطني، لان دايما كان مخليها مقوقعها، ودائما كان يخوف. كان راجل يقدر يتكلم، اللي يتكلم بياخده حبيب العدل يحبسه، بيلفق له تهمه. اذا كان هو فجر الكنيسه اللي في اسكندريه، كنيسه القديسين، فجر اللي هي في طابه في شرم الشيخ. شفت هذا العصر البائس الفاشل. في وزع الضمير بالنسبة برضو للأحزاب. أنا أعرف أحزاب، أنا لا أريد، أنا يمكن اتكلمت النقطة دي مع سيادة الدكتور. أعرف أحزاب بالاسم يوم 25 26 27 28 كانت بتقوم مظاهرات لتأييد مبارك. نعم. أول ما بدأت الثورة تضع يدها ويفقد النظام شرعيته، اللافتات علقت بتأييد الثورة. كلام جميل، وكلام أنا قلته